يا ترى لو قارنا ما بين الامارات ومصر والصين وامريكا من حيث حجم الصادرات مقارنه بالناتج القومي الاجمالي للبلد، يطلع مين اكتر؟ الكيرف اللي قدامنا ده بيبين قد ايه الصادرات بتمثل كنسبه مئويه من الجي دي بي من سنه 2010 لحد 2020. هنلاقي ان الامارات محتفظه بمتوسط تقريبا 90%، الصين حوالي 32%، مصر حوالي 15%، وامريكا تقريبا 13%. ده بقى بيشمل الصادرات من بضائع وخدمات من الدوله للعالم كله، سواء شحن، تأمين، نقل وغيره، وبيدخل فيه الخدمات المالية والاتصالات والمعلومات والخدمات الحكومية والخاصة. كذلك لو قارنا الواردات كنسبة من الناتج القومي الإجمالي هنلاقي إن تقريبا الترتيب زي ما هو، وده اللي بيعرف باسم Openness Index، وهو مؤشر اقتصادي بيقيس مدى انفتاح الدولة على التجارة مع العالم كله. كل ما المؤشر ده زاد كل ما تأثير الدولة التجاري زاد على مستوى العالم، وكل ما اقتصاد الدولة دي كان أقوى. عشان كده لو سألتك